الله يعينكم يا شباب، باش نحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. راهي ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع. باش نعمل لكم اليوم فهمتني تشكيله من راسي انا. باش نجرب فهمتني تشكيله، وكيما قلت لكم الولاد تحب الفيديو نتاعي انا زي يجيب برشا مشاهدات. هاتو ندخلها بعضها التشكيله، هاتو تشوف قداش من غتجيب مشاهدات. هكا نعمل شويه، نعمل كيما البوز هكا فهمتني. لا خويا ما عنديش منها الصنعه هذه، مش كيما الاعلام التونسي نتاعنا حاسيلو. قبل ما نبدا الفيديو الولاد فما شويه كلام زايد في الفيديو هذايا، خاصه الاعلام التونسي. انا قلت لكم كان خويا قاعد مع داركم مع ابوك مع اخوك، حط كوتور وفهمتني وتفرج في الفيديو وحدك، اسمع الفيديو وحدك. كان خويا فهمتني بيقلق كلام زايد، اخرج من تو من الفيديو اوكي باش تكونوا واضحين. هاي سيدي نبداو بالطبيعه بالتشكيله. شكون حارس المرمى؟ بالطبيعه مهيب الشامخ جاني هنا. مهيب عمكم مهيب الشامخ غاديك. على اليمين شكون؟ فاليري. وينو عمكم فاليري؟ هو فاليري. على اليسار علي العابدي. ايوه. وفي الوسط شكون؟ وين الطالبي؟ هو الباترون الطالبي. والله ما نعرفش يمين ولا يسار. طالبي هو ديما بحث عليه، اي بحث عليه العابدي. وشكون اخر؟ عندكم رقيق. هو هذوما فهمتي خط الدفاع نتاعنا. في الوسط شكون عندك؟ في الوسط بالطبيعه الصخيري هذاك، ما تحكي لي حتى حكايه. شو اسمه حنبال المجبري لهنا، وعندكم الغربي لهنا. فوالا. في خط الهجوم اشكون؟ خط الهجوم ناخذوا اللومي. ايوه. برشا قالوا لي شبيه اللومي يا اخي، علاش مش فراس شواط؟ اي ميساج نجم نبدل بيه لومي ولا فراس شواط. المستوري خويا لا 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 وليد عمي، انت اصلا انا مانيش مقتنع بيك، انا مانيش مقتنع بيك لا غلب كاو. عمكم التونيكتي بالطبيعه على اليسار، وعلى اليمين الباترون المعلم اللي باش يفسخها الناس كل هنا فهمتني، خليل العياري. الله يرحم والديك يا خليل العياري. الانانيه لا، فسخت جوار، فسخت ديفونس، فسخت زوز ديفونسورات. ماتش كندا يا ابو قلب 4 في جورتو يتجراو 4. تصور انت 4 ملاعبيه يتجراو، وخليل العياري عنده الكره. وش اسمه ما نعرفش شكون خرج عليها، بارامو فاليري خرج عليه ولا معتز النفاتي، والله نسيتوا الماتش. خرج وحسين له جوارات خاطر هيت يشد الكره من با 20 سكوند 30 سكوند يشد الكره عنده. ريتوهم هذا بالكل بالديفونسورات نبعتنا ربي لا اله الا الله كل تلقاه مصبوبه لهنا. وقت اخويا سايب لهم الكره. الله يرحم والديك. انت الوحيد اللي تنجم تشد الكره في البلاصه ذي، حتى جوار ما نجم يعمل كيفك انت يا خليل العياري. الله يرحم والديك. ما فما حتى جوار عندنا ينجم يعمل في اللي قاعد تعمل فيه انت. شد الكره لهنا 10 سكوندات 15 سكوند 20 سكوند، فسخت جوار هكا فهمت، عملت دريبل بجوار اخر، هنتل جوار اخر. صاي اصحابك الكل ذوما قدموا. تحكي لي عتاكيه تلقى عمكم صبري لموشي صوته خارج 10 كيلومتر، هاتلا باش يبدا يصيح ويعيط. وقت انت خويا سايب الكره الملعبيه هذم، تو هما يتصرفوا، تو يماركيو. عندك حلين، يا تسيب الكره الملعبيه يا تحط الكره في الجول كهو. مش من بعد تفسخ جوار الاول يصيح الجمهور يبدا يقول واي الشيء انت تحل من اللوطه. عاد وكان تحل من اللوطه تحب تعودها الحكايه خاطرها عجبتك. لا بابا تحكم في مشاعرك. الله يرحم والديك، حاول تتحكم في مشاعرك كهو. راني نحكي هكا واقسم بالله العظيم راني نشجعك ونقف وراك وش نقول لك خويا الصغير. وكي نقصد معناها تحلت مدوته وكذا، والله ما نقصد حتى شيء. ما انت خويا الله غالب خويا نطقنا قداش من مره خويا تجي فهمتي تفسخ جوار ومن بعد تتفك لك الكره والا يضربوك. تناقصين احنا بجاه ربي. تصور بالله الله يقدر فهمتي تجيك ضربه كي كيفاش. سيب الكره الله يرحم والديك، سيبها الكره وكاو، سيبها لاصحابك الكره. شد الكره 20 سكوند 30 سكوند لا اله الا الله كلها طلعت صيف 2 متر تسيب لهم الكره كهو. هذا شنو مطلوب منك؟ شبيني وحلت برشا. انا خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي مدافع ريال مدريد. ايوه تفرج شويه. تصوروا انتم مدافع ريال مدريد يؤكد على قوه منتخبنا الوطني ويعتبره منافسا جيدا للمنتخب النمساوي. ريتوا كيفاش حلان الجعب من اللوطه يبداو يحلوا في الجعب، يحلوا لين الجماعه فهمتي الشعوب نتاعها تتحل، ونسيبوا الدنيا كل ونسيبوا الماء على البطيخ فهمتني، وناكلوا طزينه. اطلعوا يا الاعلام نتاع باش يقول فمي، يا الاعلام نتاعنا اطلعوا تكلموا وبداوا حلوا لهم جعوبهم زادوا هما الملاعبيه اللي باش يلعبوا المنتخبات اللي باش يلعبوا كونترهم. ابداوا اطلعوا خاطر انتم صوتكم يوصل يترجموه بالعربي بالفرنسي بالانجلي، يترجموا له اصواتكم تترجم. يا الاعلام التونسي بتاعنا اطلعوا فهمتني اوحلوا مع الجوالات وسايب عليكم القشقيش لحناك ماك الرويق الفارغ. هاو صبري لموشي واحلين مع صبري لموشي ومسايبين الدنيا الكل مسايبينها واحلين كان كهو مع صبري لموشي وبعض الملاعبيه. يا سيدي هاو جاي الضرب هاو جاي استناو هاو جاي. يا سيدي بصراحة لم أفهم كل هذا الجدل والهجوم حول سفر ابن صبري اللموشي مع بعثة المنتخب التونسي. عندي قلت لكم الإعلام تاعنا والله العظيم لازم تفكروا قبل الوقت بن عليه بجاه ربي جماعة اللي حاضرين الكوب دافريك 2004 الإعلام التونسي تفكروا كيفاش يحكي
يطلع ينجم يطلع يحكي مثلا على الحاجات هذوما، ما ينجمش يحكيو كان في الاساسيات في الصحيح هكا هو. علاش؟ على خاطر وقت بن علي اللي باش يحل جعبه منا ولا من هنا عاد ندخل تو في الكلام اللي من غادي من الزيت تعرفوها الدبوزه ايوه الدبوزه هذيك هي فوالا هاي الاعلام التونسي وقتها بن علي قبل ما يطلع خبر ولا قبل ما يراجع فمه ويراجع كشخته مليون الف مره قبل ما يخرج الخبر وقت الاعلام التونسي 2004 وقبلها وقبل الثوره حسين وقت بن علي يخدم لصالح المنتخب. علاش؟ خاطر يجي اوردر من الفوق. بن علي كان يحب ياسر كرة القدم، راني مانيش شجع فيه انا ولا مانيش معاه ولا كل شيء، الله يرحمه وينعمه، هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. اما نحكي لكم معناها قبل كان الاعلام التونسي يخاف من بن علي، وبن علي بالطبيعه يحب المنتخب الوطني التونسي، مغروم بالكوره، مغروم بالسبور، مغروم بكرة القدم التونسيه كهو. باه يا سيدي نشوف الخبر اللي بعده. ياسين بوشعالة في انتقاد لصبري اللموشي خاطر يلعب هو والخزري مع الملاعبيه في اللونترينمون. ياسين صبري اللموشي المنتخب مش ملكيه خاصه، هذا المنتخب تونس العظيمه. برا زيد برا طردوا عاد كهو ايش خليت انت برا مشي فهمتي غاديك المعسكر فهمتي يقول له يا سي صبري اللموشي زدبشكو برا مشي طردوا عاد. انت كملت شو يهمك فيه انت شنو يعمل؟ ايش يهمك فيه ولا الخزري شو يهمك فيه شنو قاعد يعمل؟ توصل وانت الخزري شكون السيد ياسين بوشعالة؟ لعبت شنو كاريرك انت في الكوره؟ اش قدمت لكره القدم انت باش تحل جعبك تو هك؟ حول ولا قوه الا بالله. باه نشوف الخبر اللي بعده. الفيديو هذه واضحه على الاخر بجاه ربي اتفرجوا في البونتو عالمي برجوليه ان شاء الله خويا يا ربي، ان شاء الله يا ربي خلي العيار يتباركي لنا بونتو هك يا رب ان شاء الله. انا حاسسها والله باش تصير مفاجاه والله. الجروب اللي عندنا والله جروب تفرج خويا طلع كيفاش تفرج كيفاه راف اغص شكون هذا الشامخ الجارديان الشامخ ابارامون الجارديان ولا انا غلط عيني تخبلت يا ابو قلب. ترى خلينا نشوفوا ترى امشي باه هاك عاد باس شكون هذا بن سليمان ايوا شاطه اوب والله نحا ايوا الشامخ تبارك الله عليه هاك شوف كيفاش فهمتني والله نحا معلم برجوليه معلم ربي يبقي عليكم الستر وكهو. باه نشوف الخبر اللي بعده. جميع تذاكر المباراة الودية بين المنتخب البلجيكي وضيفي المنتخب التونسي سنية بيعت بالكامل فوق التيكيات الكل. يبدو أننا على موعد مع عرض مميز وقوي من جانب الجالية التونسية في بلجيكا والدول المجاورة لها. تو تشوفوا خويك الجماهير التوانسة البرة من تونس تشوفوا دنيا أخرى. باه نشوف الخبر اللي بعده. البث التلفزي مقابل تونس والنمسا قناة مفتوحة واحدة. حسيلو أنا واحد من الناس راني باش نتفرج في اسمها وين هي استناني ساعة باش نتفرج في ديوان سبور ولا. باه نشوف الخبر اللي بعده. سيدي غدوه لحد في توقيت صباح قبل منتصف النهار بتوقيت تونس نية باش تلعب مباراة اليابان بارامون تلعبت ولا والودية وباش تنقلها مباشرة قناة بين سبورت العربية المفتوحة. باه حسيلو صبر اللموشي لازم يتفرج فيها بالكدا الماتش هذا. يا سيدي شوفوا الخبر اللي بعده. تفرج في المنتخب على منصة ديوان سبور ولا انا برجولية باش نتفرج على ديوان سبور تابع جميع مباريات الودية المنتخب التونسي استعدادا لكأس العالم. هاك رابط التطبيق نتاعهم هاك ببليستي ديوان سبور هاك بلوشي نهبط لهم التطبيق نتاعهم ونتفرج على ديوان سبور. يا سيدي شوف الخبر اللي بعده. صابر عبد اللاوي صبري اللموشي يغرق في الشعبويه برا يعطيك طريه سافا هكا باه نتعداو الخبر اللي بعده. سايبوا الراجل يخدم على روحه، سايبوا الراجل يحشم على رواحكم عملتوا العار يا صبر عبد نعرفوش والله العظيم لا نعرفوا منين يطلعوا لي انا يا ولدي يحشم على روحك سايب الراجل يخدم على روحه سايبوه الربي سايبوه صح شنو تو كل اونترونور هكاك يجي فهمتي تمرجوا له الكبده نتاعو سايبو خليه يخدم على روحه. بعد خويا ما توفى الكوب دي موند وقت حل فمك وحل جعبك ولاش باش تحل. نشوف الخبر اللي بعده. خلي العيار ان شاء الله تشوفوني مع باريس سان جيرمان يا رب ان شاء الله بالله نداء بجاه ربي يا خلي العيار كيما قلت لك بجاه ربي والله حتى في القناه الاولى والله واحد ريق وشاح الله يرحم والديك ماك فسخت جوار اثنين عندك اسيست ولا بونتو كره في الشبكه كره في الكاج والا اسيست ولا تعدي باس صاحبك ولا مانيش عارف انا كل ما تشد انت كوره في البارتي نتاعك هذيك الجوارات نتاع تونس الكل تلقاهم مصبوبين في التسويمات تاع المنتخب اللي يلعبوا كونتر برا الله يرحم والديك سايب لهم الكره جاه ربي سايب لهم الكره تعوش فسخت الاول فسخت الثاني ما تبداش فهمتي هكا تستحلى فيها الجمهور يبدا يصيح ويعيط هكا وزاد حتى الجمهور يتخمر هكا في مخه ويشوف فيك انت كيفاش قاعد تفسخ يزيد هو يهبل يزيد وهم يهبلوك معاه. باه
نشوف الخبر اللي بعده. قرر المدرب صبري لموشي انه بلعبيه النادي الافريقي وعلى راسهم الحارس شماخ ومعاه لاعب النجم الساحلي صبري بن حسين، اش بهم؟ لازم يرافقهم استاذ انجليزيه متخصص في سفرتهم الجايه. الهدف من الاستعانه بروف دونجلي هو تقديم دروس مكثفه للملاعبيه قبل ما يطيروا لامريكا. ايش بيه هاي ما تجيش؟ ايش بيه خويا؟ تعرفوا احنا دوزيام لونغ عندنا في تونس هي الفرنسيه الغالب، عباد كل بدت لونجلي الا تونس، هاي بزلت واحده في الفرنسيه. علاش؟ والله مانيش عارف، ما ندروش علاش. كهو تبعوا الفرنسيه، كهو لازم ديما تقعد تتبع في الفرنسيه. باه نشوف الخبر اللي بعده. وينو الخبر اللي بعده؟ ايوا مدرب النمسا اسمه يركب لك الكرومب في معدتك، رانقنيك ولا شنو. باه يشيد بموهبه حنبال المجد. برا سايب الراجل الله يرحم بوك، برا مشي تلاقي باش يقول فمي تلاقي في حاجه اخرى، سايب الراجل سايبه حنبال المجبري هاكو فهمتي، واحلين معاه هكاك. شفتوا كيفاش؟ هاكو مدرب النمسا يشيد بموهبه حنبال المجبري. كيفاش يشيد؟ عن طريق الاعلام نتاعو. ملاوينكم انتم، الاعلام تاعهم هو اللي يوصل المعلومه. يشيد بموهبه حنبال المجبري. ردوا بالكم راهو عنده جوار كذا، راهو اختير، ردوا بالكم راهو عنده اسيستات بريسك من احسن الملاعبيه في العالم كي يخرج لك اسيست ولا الباس. باه نشوف الخبر اللي بعده. دافيد ألابا ولا شنو يشيد بالمنتخب التونسي بقلب. وشفتوا كيفاه قمنا بتحليل المنتخب التونسي بالتعاون مع الاعلام تاعنا. كملوها قولوها بالله، ذلوا الاعلام تاعنا. قمنا بتحليل المنتخب التونسي بمساعده الاعلام، ما نعرفش الاعلام شنو النمسا هاي، وهو منتخب قوي يمتلك لاعبين مميزين وسيكون منافسا جيدا. شفتوا كيفاش تصريحات ايجابيه من قائد منتخب النمسا قبل المواجهه الوديه المرتقبه بين المنتخبين. شفتوا كيفاه قاعدين يمدحوا فينا باش سور تيران فهمتي. تشوف العرض برا الاعلام التونسي ابداو امدحوا فيهم، عاد ابداو امدحوا فيهم، حلوا لهم جعوبهم، خلي فهمتني رجعوا لهم، تعاملوا معاهم بالمثل. سايبوا عليكم لموشي، سايب عليكم الجوارات وكل سايبوهم برحمه والديكم، سايبوهم برا باش يتلهوا فهمتي في الملاعبيه نتاع النمسا فهمتي. ابداو حلوا عليهم، ابداو امدحوا فيهم، حلوا لهم جعوبهم كيما هم تو قاعدين يعملوا. نشوف الخبر اللي بعده. منافس منتخبنا التونسي في كأس العالم المنتخب الياباني يحقق فوزا صعبا من المنتخب ايسلندي. هدف المباراة جاء في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب كوكي اوجاوا في لقاء مثير حسم في اللحظات الأخيرة أمام جماهير طوكيو. هاي صفا هكا. ونتصور ان صبري اللموشي راهو قاعد يتفرج. انا برجوليه عندي ملاحظه كان جاي اسمه سامي عوجه يقول لك كوروا ولا الله جايكم باش كورتوا شمني فيهم، خلي كوروا يا ولدي. يا سامي عوجه برا مشي يتفرج في الماتش اليابان، راك باش تكور كونتر على الاقل افهم التكتيك نتاعها يا ولدي. اش من تكتيك نفهم انا في التكتيك برا يا ولدي، مشي يلعب بعيد. اش من التكتيك تاعك؟ تنهبط فهمتي بوا على اخوه هكاك كيما جا فهمتي، وتو تسلك كيما سلكت معايا في البرازيل هكاك دز ضغط وتو تسلك معاه. هذا كلام صبري عفوا كلام سامي عوجه كان جاي قال تو شادد. وكما قلت لكم يا الاولاد في الهم عندك ما تختار، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصوروا بالله سامي عوجها كان عمل حاجه باهيه، ما نعرفش انا عمل حاجه باهيه في الكوب دافريك، راهو توها مازال معانا تو. هاي صفا هكا. نشوف الخبر اللي بعده. تكتيك صبري اللموشي. تضح باخر الحصص التدريبيه انه صبري يعتمد عن الضغط العالي على لاعبي الخصم هاي بريس، وشفناه في اكثر من فتره بالمباريات السابقه، واللي يطلب قوه بدنيه وسرعه عاليه جدا. ومنتخب السويد يعتبر الضغط الشديد عليه حل فعال جدا. هذا حسب ما يشوف تو صبري اللموشي، يتفرج في منتخب السويد ويقارن وشنو الحاجه اللي تمشي معاه، شنو الحاجه ما تمشيش معاه الى اخره. بالطبيعه سامي عوجها ما يشم حتى شيء من الحكايات هذو كاو. نشوف الخبر اللي بعده. السيد هذا صبري اللموشي واضح برشا ومحترف تمام. نحن سنين استنسنا بالكذب والفوضى والمحاباه. باي هذا حديث احنا الربوبه نتاع الحكايه هذوما الكذب والفوضى والمحاباه اسمه وتشقشق الحناك والتنبير معلم شبيك قويين على الاخر. نختار دعم المنتخب الوطني ووقوف قلب الناخب الوطني صبري اللموشي. بالطبيعه انا بيدي كيفك. تعدوا الخبر اللي بعده. صابر عبد الله هاش بيه زاد خليل عياري. هاي تراه مازلت ما قريتش والله، هاني مدور وجهي سطار تسطر. شنو خليل عياري كيف يلعب في المنتخب مدرب باريس سان جيرمان يولي يغزر له بعين اخرى ويركز معاه هيا الحمد لله هاي سلكت. وبالطبيعه نشوف الخبر الاخير. مجرد توضيح صغير اش فما زاد. معتز النفاتي شبيه شباب بالنسبه لوضعيه معتز النفاتي هو ظهير ايمن بنزعه هجوميه
يعني ديما يقدم القدام ويخلي مساحاته وراه. بالنسبه لفريقي ماهوش في المرتبه الاخيره، هو في المرتبه الخامسه وينافس على الصعود. باه كان هبطك فهمتني صبري اللموشي، هبطك خويا ما تنساش فهمتني، باه صبغه هجوميه باه يهجم ما يسالش فهمتي يا بابا، ما تنساش عاد وراك وتحلوا طرود غاديك برا عاد باش يسكروا كهو. لهنا وصلنا لهذا الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعه، بالتوفيق المنتخب الوطني التونسي. نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاي، ما تنساوش عاد اللايك والاشتراك، عاد اشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.